هو السيد عبد الله بن كيران رئيس الحكومة. سياسي كبير، مناضل جميل. الكل يعارضه ولكن لا زال صامدا. سيد عبد الله، مرحبا بك. وأرجو إلى وقت غير قصير. شكرا لك. سيد عبد الله بن كيران، حضوركم اليوم في المدرسة العليا للمهندسين، بغينا تعطينا الترويئة ديالكم هذا الصباح. مدارس المهندسين هي عدتنا في مواجهة التحديات الكونية التي تجعل من العلم ومن يعني الاكسلونس، يعني الامتياز والتميز، يعني أقوى سلاح لمواجهة المستقبل. وهذه المدرسة هي المدرسة المرجع في الهندسة في المغرب، ويجب أن تبقى كذلك. حضوري هو تعبير عن المساندة للقائمين عليها ولطلبتها لكي يبذلوا كافة جهدهم، وكذلك لكي أؤكد أنه نحن كحكومة سنقوم من جهتنا بما يلزم لكي يتمكنوا من القيام بهذه المهمة. السؤال الذي يطرحه الجميع، الكل يحارب الفساد، الجميع الأحزاب السياسية تحارب الفساد. بغينا نعرفوا من هو الفاسد الأكبر في البلاد. الكل عنده غير على هذا البلد، لكن ممكن الكل يطرح هذا السؤال. سيد عبد الله بن كيران، الفساد لا يجسد في الأشخاص، في شخص أو مجموعة. الفساد هو ظاهرة موجودة في داخل كل المجتمعات والأشخاص. يجب أن تكون ممارساتنا مدعاة لأن يصبح الفساد يتراجع أكثر ما يمكن. فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.